لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب، واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نجم ريال مدريد إبراهيم دياز رفض مقترح الناخب الوطني وليد الركراكي بإجراء لقاء مباشر بين الطرفين، حيث قام بإرسال وكيله إلى المغرب للقاء مدرب المنتخب المغربي، حيث يسعى مدرب الأسود إلى ضم اللاعب إبراهيم دياز إلى صفوف المنتخب المغربي، حيث يوجد صراع بين الجامعة المغربية لكرة القدم والاتحاد الإسباني للعبة بهدف الاستفادة من خدمات نجم ريال مدريد الذي لفت إليه الأنظار مؤخرا بعد تألقه مع النادي الملكي، وبعد حضور وكيل أعمال إبراهيم دياز وتواجده بمركب محمد السادس بالمعمورة. خطوة إيجابية، غير أن موقع لاعب لا يزال غامض، حيث لم يحسم إلى حد اللحظة في هوية المنتخب الذي سيمثل رغم لعبه للمنتخب الإسباني في الفئات الصغيرة. شكرا على حسن المتابعة.